قبل ما نبدأ فيلمنا أحب أعرفك على أوراين. كل أهدافه في الحياة إنه يعترف لسالي بحبه، ولكن بيكون خايف إنها ترفضه. وبيبدأ الفيلم وهو بيتكلم مع سالي ولكن في أفكاره. وبنعرف إن من أكبر مخاوف أوراين إن الحمام يتسد ويغرق المدرسة كلها، وكمان بيخاف يجاوب على أي سؤال حتى لو عارف، لأنه بيكون خايف يتلخبط في الكلام. وبيكون بيخاف من شوية حاجات صغيرة، مثلا يعني المهرجين والناموس والمرتفعات والنحل والبحر والكلاب. كمان بيخاف من زميله ريتش انه يضربه او ياخد منه حبيبته سالي. وفي نهايه اليوم الدراسي بتبلغهم المدرسه ان الرحله المدرسيه بكره الساعه 9. وبيكون أوراين كالعاده خايف من الرحله، لا ممكن مثلا الباص يتحرق او نماذج الكواكب تقع عليهم. وبيروح يقول للمدرسه ان اهلي مش موافقين ان نروح الرحله، وبيسيبها وبيمشي. وهو في الطريق بتوقفه سالي وبتقول له ممكن نروح مع بعض الرحله، ولكن زي اللي كنا متوقعينه. بيقف ساكت وما بيردش عليها لحد ما بتيجي مامة سالي وبتاخدها وبتمشي. وبيكون أوراين في طريقه للبيت وبيفضل يلوم نفسه على اللي عمله مع سالي. وبيروح البيت وبتقول له انا لقيت جواب الرحله مرمي، ليه انت مش عاوز تروح الرحله؟ فما بيردش عليها. في الوقت ده بيجي ابوه وبنلاحظ ان اهله متفاهمين معاه جدا وبيفضلوا يشجعوه عشان يروح للرحله، وبيسيبوه وبيمشوا. وبالليل بيفضل أوراين يفكر في شكل الموت، وبيفوق على صوت امه وهي بتطمن عليه وبتقول له تصبح على خير، وبتسيبه وبتمشي. ولكن أوراين بيكون خايف جدا من الضلمه، فبيقوم يشغل النور في الاوضه كلها. ولكن مره واحده النور بيطفي، وبنعرف ان اكتر حاجه بيخاف منها أوراين وهي الضلمه. وبيبدا يتخيل حاجات مخيفه. من كتر الخوف بيقف على السرير وبيكلم الظلام وبيقول له ما تسيبني في حالي بقى. في الوقت ده الظلام بيشتد في الاوضه جدا، وفجاه بيظهر له كيان غريب وبيقول له ممكن تبطل صريخ حتى لو لحظه. وبيقول له أوراين انت مين؟ فبيرد عليه كيان وبيقول له يعني بعد كل الهبد ده مش عارف انا الظلام؟ فبيقول له أوراين اشمعنى ظهرت لي انا؟ فبيقول له لانك اكتر واحد بيصرخ وبيصدعني. وبيقول له الظلام انا الكل بيكرهني وشايفيني شرير، وناس تانية فاكراني مش موجود اصلا. فبيعتذر له أوراين وبيقول له انا فاهمك، وبيقول له انا كمان صحابي في المدرسه بيعاملوني بطريقه وحشه. وبيشوف الظلام جواب الرحله فبتجيله فكره وبيقول له أوراين بص انت هتيجي معايا وانا بشتغل، وده هيخليك ما تخافش من حاجه تاني وتبقى فرصه تبطل صريخ عشان انا تعبت خلاص. ها ايه رايك؟ فبيقول له طبعا لا. فبيقول له الظلام ماشي لو انت عاوز تفضل طول حياتك خايف انا ما عنديش مشكله. وبعد تفكير طويل بيوافق أوراين في الاخر وبيسلموا على بعض علشان الموضوع يبقى رسمي. فبياخدوه ويطير. وبينتقل بينا المشهد لأب بيحكي لبنته الحكايه دي، وبنعرف ان الاب ده هو أوراين. وبتقول له بنته الكلام ده مش حقيقي، الظلام ده اساسا لا شيء. فبيسيبها وبيكون ماشي، ولكن بتقول له استنى ممكن تكمل الحكايه؟ فبيكمل لها الحكايه. وبنرجع تاني لأوراين وهو صغير وبيكون خايف جدا من اللي بيحصل. وبيبدا الظلام شغله وبيقول له أوراين من غيري كنت هتفضلوا صاحيين على طول. وبيكمل الظلام وبيقول له شفت الموضوع مذهل ازاي؟ وبياخده للمحيط وبيقول له حط ايدك في الميه، احساس تاني خالص. فبيقول له علشان القرش يجي ياكلها. وبيكملوا طريقهم وبيشوف الظلام أوراين وهو مغمض عينيه. فبيقول له افتح عينيك هيفوتك كتير. فبيقول له انا عاوز يفوتني، وبالغلط بيقع ولكن الظلام بيلحقه. وبيكون أوراين ساعتها خايف جدا وبيقول له انا كنت هموت روحني دلوقتي، ولكن الظلام بيهديه وبياخده وبيمشي. في الوقت ده بنشوف الضوء وهو مبسوط جدا بوظيفته. وبنرجع تاني للظلام وهو بيتاسف لأوراين وبيقول له انا وظيفتي مهمه جدا لاني من غيري الكيانات الليليه ما كانتش هتشتغل. وبيقول له ايه ده هو انت في غيرك تاني؟ وبياخدوا الظلام وبيعرفوا عليهم وبيقول له احب اعرفك نوم وهدوء وأرق وأصوات غامضة، وأخيرا وليس آخرا أحلام سعيدة. وبتقول له أحلام سعيدة الطفل ده لازم يرجع بيته دلوقتي. فبيقول لها ليلة واحدة بس أساعده فيها يتغلب على كل مخاوفه، وبالتالي هيبطل يصرخ، وبكده هنعرف نشتغل من غير ما حد يضايقنا. فبتوافق وبتسيبه وبتمشي. وبيبدأ الظلام يعرفوا دور كل واحد منهم، زي كيان النوم وكيان الأرق وكيان الهدوء اللي بيسحب اي ازعاج في المكان، لغايه لما بيوصلوا لكيان الاحلام السعيده. وبيدخلوا معاها الحلم وبيشوفوها وهي بتحقق احلام الست دي. وبيزعل أوراين وبيقول له انا هفضل اخاف مدى حياتي. فبيقول له الظلام الكلام ده مش صح، بص لنفسك انت ما بقتش تخاف مني زي الاول. وبيقول له أوراين عندك حق، وبينبسط جدا لانه ما بقاش يخاف من الظلام زي الاول. وبيتغلب على خوفه وبينزل ايده في المحيط وبيكتشف فعلا ان في حاجات كتيره فايتاه. وبيروح الفريق عشان ياخد راحه من الشغل اللي عملوه لليل. وبيفضل أوراين والظلام يتكلموا مع بعض، وبعد ما بيخلصوا راحه بيطلعوا عشان يشتغلوا من تاني. وبيقول الظلام لأوراين جاهز، ولكن في الوقت ده بيشوف الضوء من بعيد فبيتضايق جدا. فبيسأل أوراين عن ايه ده؟ فبيقول له الأرق ان ده الضوء عدو الظلام. في الوقت ده بيجي الضوء وبيقول للظلام انت شخص متاخر وعندك عدم الثقه في نفسك، وانك كمان شخص روتيني كل يوم بتجيب الحزن والتعاسه للبشر. فبيقول له الظلام الكلام ده مش صحيح، انا بعمل حاجات كتير
ولكن ما عنديش الوقت اقولها لك. وبنرجع لاوراين هو وبنته، وهي بتقول له ممكن نتمشى وانت بتحكي القصه، وفعلا بيطلعوا عشان يتمشوا، ولكن مره واحده الطريق بيضل، فبتقول له بنته ايه رايك نمشي من الطريق التاني؟ فبيقول لها انا بقول كده برضه، وفعلا بيمشوا من الطريق التاني. فبتقول له بنته انت ليه وافقت انك تمشي من الطريق اللي فيه نور؟ انت عملت كده علشاني صح؟ فبيقول لها لا، النور اختفى وده خوفني جدا. فبتقول له انا افتكرت ان انت اتغلبت على خوفك من الظلام. فما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي. وبنرجع لاوراين وهو صغير وبيكون مع الظلام بيساعده انه يتغلب على مخاوفه، لحد ما الظلام كان هيدخل اوراين بيت ضلمه، ولكن اوراين بيخاف جدا. فبيقول له الظلام بص عشان ترتاح انا هدخل الاول. فبيقول له اوراين افهم بقى، انا بحب الضوء والنهار بيحسسوني بالامان، وبيولع لهم نار وبيقول لهم فهمتوا؟ فبيقولوا له انت عندك حق، ده بيحسسنا بالدفء والامان. وبيقول لهم اوراين بص انا بحب الظلام جدا، ولكن ايوه هو اصل المشاكل. وبيكون الظلام سامعهم وبيروح لهم وهو متضايق وبيطفي النار وبيبدا الضوء يجي. فبيقول اوراين للظلام يلا علشان نمشي. فبيقول له ليه مش عاوز تحس بشويه امان؟ وبياخده وبيمشي. وبيكون الظلام متضايق جدا وبيعتذر له اوراين وبيقول له انا ما كنتش اقصد، ولكن بيقول له عايزني اسامحك، قول للفريق انك كنت بتهزر. وفعلا بيروح لهم وبيقول لهم انتوا فهمتوني غلط، انا بحب الظلام جدا. ولكن بيقطعوا الارق وبيقول له انت كان عندك حق، الضوء واصدقائه اهم مننا بكتير، لان الزرع الجميل مش هيبان غير في النهار. فبيقول لهم غلط، النهار مش هيبقى ليه اي لازمه من غير الظلام. ولا واحد بيقتنع بكلامه. وبتقول لهم اصوات غامضه انا هستنى الضوء لغايه ما يجي، يمكن يلاقي لي وظيفه في النهار. فبيحاول الظلام يهديها. فبتقول له اسكت انت خالص، كل ده بسببك ومن سبب ظلامك. وبتقول لهم احلام سعيده، كل الموضوع ان احنا عاوزين شويه ضوء في حياتنا، وكلهم بيستقيلوا من وظائفهم. فبيقول لهم الظلام انا مبسوط جدا من الوقت اللي قضيته معاكم، وبيسيبهم وبيمشي وبيروح وراه اوراين. في الوقت ده بيجي الضوء وبيكونوا كلهم مبهورين بجماله، فبيزداد حزن الظلام وبياخد اوراين وبيمشي. وبيقول الظلام لاوراين كده الليل مش هيبقى ليه صوت وهيبقى ممل. فبيقول له اوراين انا هشوفهم في النهار وهحاول اقنعهم ان هم يغيروا رايهم. فبيقول له خلاص ملهاش لازمه، انا هقعد هنا لغايه ما الضوء يجي. في الوقت ده بيجي الضوء وبيقول للظلام يلا امشي عشان ما تختفيش، ولكن الظلام ما بيردش عليه. فبترجعه اوراين انه يتحرك، ولكن الظلام ما بيردش عليه. وفعلا بيقرب الضوء جدا من الظلام لدرجه ان الظلام بيختفي. في الوقت ده بيكون اوراين في منتهى الحزن. وبننتقل لاوراين وهو كبير، وبتقول له بنته ايه اللي حصل بعد كده؟ فبيقول لها ما اعرفش. فبتقول له ازاي ما تعرفش؟ فبيقول لها انا قلت لك قبل كده ان القصه دي معقده جدا. وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وراه وبتقول له انا عندي ايه رايك اظهر في الحكايه؟ وبنرجع لاوراين وهو صغير وبيتعرف على بنته واللي بيكون اسمها هيبيتا. وبيقول لها تعرفي انا امبارح بوظت حاجات كتير. فبتقول له انا عارف. وبتقول له من غير الظلام الناس مش هتنام، من غير النوم اكيد هتتجنن، انا عندي فكره نقدر نرجع بيها الكائنات الليليه. فبيقول لها ايه هي؟ فبتقول له قصيده وبتبدا تقولها. في الوقت ده بتكون الكائنات الليليه متضايقه جدا من اللي بيحصل في النهار، من كتر ما الضوء والنهار ما بيختفوش، الناس بتكرههم جدا. وفجاه بتيجي كل الكائنات الليليه بيكونوا كلهم مبهورين من القصيده. وبعد ما بتخلص بيقول لها اوراين ان خلاص الظلام اختفى ومش هيرجع تاني. فبتقول له غلط، الظلام ما اختفاش، الظلام عايش ولكن في مخيلتك. وبتبدا الكائنات الليليه تساعد اوراين انه ينام، وفعلا بينام. وبتبدا الاحلام السعيده هي وهيبيتيا تدخل جوه مخيله اوراين، وبترجع لحد ما بتوصل لليله اللي اوراين قابل فيها الظلام. وفعلا بيرجع الظلام من تاني، ولكن مخاوف اوراين بتسحبهم ناحيتها، وبيكون خلاص اوراين هيقع. لكن هيبيتيا بتنقذه في اخر لحظه، وبتقول له احلام سعيده ان كل ده في مخيلتك، انت الوحيد اللي تقدر توقف. وفعلا بيقف قدام مخاوفه وبيروح علشان ينقذ الظلام، ولكن للاسف الحبل ما بيستحملهمش. فبتخرج احلام سعيده بسرعه من مخيله اوراين، وبتقول للفريق احنا لازم نصحي اوراين بسرعه والا هيختفوا هما الاتنين للابد. وبتحاول الكائنات الليليه تفوقه باي طريقه، ولكن ما بتعرفش، والحبل بيتقطع وبيكونوا خلاص هيموت. فبتروح هدوء عند ودان اوراين وبتقلد صوت سالي وبتقول له اصحى قبل ما رحله المدرسه تفوتنا. وفعلا اوراين بيصحى وبينقذوا الظلام، وبيعرفوا قد ايه الليل جميل، وبيبدا الظلام يرجع للعالم، وبتكون الناس كلها مبسوطه برجوعه. وبتبدا الكائنات الليليه تهني الظلام على وظيفته المهمه جدا بالنسبه للعالم. وبتكون خلاص الليله انتهت وخلاص اوراين هيرجع لحياته. وبيقول الظلام لاوراين انت هتروح الرحله بكره؟ فبيقول له اكيد. فبيقول له طب انت خايف؟ فبيقول له اوراين انا مرعوب ولكن برضه هروح. وبيودع الظلام اوراين وهيبيتا وبيسيبهم وبيمشي. ولكن مره واحده بيلاقي اوراين بيحضنه وبيقول له خلاص كده مش هشوفك تاني. وبيكونوا هما الاتنين في منتهى الحزن وبيودعوا الظلام وبيمشي. وبتعرفوا هيبيتا ان هي بنته، ولكن بتبقى فيه مشكله ما بتعرفش ترجع تاني للمستقبل. في الوقت ده بيجي طفل اسمه تيكو عشان يرجع هيبيتا للمستقبل، وفعلا بيرجعها للمستقبل وبتحضن ابوها اللي بيكون اوراين. وبنشوف بعد مرور الزمن هيبيتا وهي بتحكي لابنها الحكايه، وبيكون اوراين كبر في السن جدا. وبنعرف ان اوراين راح الحفله وكمان قعد جنب سالي، وبنعرف ان اوراين اتجوز سالي في الاخر. وهنا بينتهي الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه.